لسه طالعين حالا. ودي الحلويات بتوعنا دول ايه؟ الشقلباز، ولاد الاصل الشقلباز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ فيديو جديد، وزي ما اتعودنا وزي ما متعودين هنرجع نخبط على الباب تاني، وهتعرفوا ايه دلوقتي. بسم الله بسم الله. طبعا انا عارف ان انا مقصر جامد قوي 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 في الفيديوهات، بس والله غصب عني. هتعرفوا كل حاجة دلوقتي. كمل معانا الفيديو للاخر عشان كله احداث جديدة، يعني الفيديو مليان كله احداث بجد، هيعجبك قوي. كمل معايا الفيديو للاخر عشان تستمتع بيه. طبعا احنا خبطنا عشان دول زي ما انتم شايفين، قص المراسلة على الجمعية بطن الحمد لله. مش هندخل في التفاصيل غير شوية شوية، هنجيبها خطوة خطوة، لان احنا ورانا حاجات كتير قوي هنعملها في الفيديو بتاع النهاردة. يعني عندنا حمام لسه مجوزينه، وعندنا حمام لسه خارج جديد، وعندنا حمام خرج قديم، وعندنا حمام باط جديد، وهننضف طبعا تحت الحمام، وهعمل كذا حاجه كده وكذا تريكايه كده اقول لكم تعملوهم، بما ان الجو بقى حر. طبعا درجه الحراره النهارده معديه لحاجه و30 تقريبا، فالجو حر قوي. فهقول لكم على حاجات تعملوها دلوقتي معايا، وهنظبط الدنيا ان شاء الله مع بعضينا. انا في الاول بس هقفل الستاره بتاع الشباك دي زي ما تقولوا كده شبكه القمريه الخاصه بيا. يعني انا قلت لكم كل حاجه عندنا على قد الايد. هو الحمام هيطلع بره مش مشكله، بس هبقى ندخله تاني. شايفين؟ بصوا تعالوا بس اهدوا 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 اهدوا. خلاص قفلنا وخلاص الموضوع اتحل. شايفين الدكر ده؟ بسم الله ما شاء الله، دول قصوا واخدين بعضين. ما علينا، خلينا نبدأ الاول. نخش في الموضوع، نخش في الفيديو بتاعنا الجميل. اول حاجة خالص هنعملها طبعا زي ما متعودين، هننضف تحت الحمام. لان زي ما انتم شايفين انا بقالي اكتر تقريبا من اسبوعين او 3 اسابيع، لا يا رب اسبوعين بالظبط، ما نضفتش تحت الحمام. انا اصلا ما بطلعلوش. طبعا الحمد لله اشتغلت جديد يعني وكده، مسكت مهندس في شركه، فعشان كده ما بقتش اطلع للحمام كتير. باجي من الشغل على قبل المغرب حاجه بسيطه دوبك، بطلع ابص بصه وانزل اشوف ايه اللي حصل، ايه اللي جرى، في حاجه عيانه، في حاجه تعبانه، في حاجه محتاجه اي حاجه، فاهمين؟ لكن والله ما فاضي اعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. وطبعا ما صدقنا والجمعه جه عشان نعمل كل الحاجات دي النهارده. ان شاء الله هنقول نظام الفيديوهات بتاعتنا يبقى ماشي ازاي، وهنظبط كل حاجه مع بعضنا واحده واحده. في الاول خالص هغيب عنكم كده بس دقيقه، هروح اجيب السكينه اللي هنحك بيها الارض عشان انضف بيها. عشان الارض زي ما انتم شايفين، بصوا انا مش محتاج احكي، انتوا اكيد شايفين كل حاجه بعينيكم. الدنيا بايظه، لا بجد الدنيا بايظه، بس بجد الفيديو فيه احداث كتير قوي. تابعنا للاخر وهتستمتع بيه، انا متاكد ان انت هتستمتع بالفيديو. ناس كتير قوي، فيه احداث كتيره، وبجد كله مفاجآت وكله احداث حلوه. كمل معاه للاخر ومش هتندم. طبعا الحمام واقف لي ورا الستاره عايز يدخل تاني، بس سيبه طاير دلوقتي مش مشكله، هيرجع كمان شويه. نظبط بقى الدنيا بتاعتنا، اطلع اجيب السكينه ونيجي نقعد ندردش مع بعضنا شويه واحنا بننضف الاوضه. وبعد كده ايه نخش في الاحداث بتاع الفيديو بتاعتنا الاساسيه، ونشوف بقى الخارج الجديد، ونشوف اللباط جديد، ونشوف الزغاليل الجديده، واللي طار واللي مشي لحسن ده في حمام اختفى بصوا لا بجد مش محتاج اكمل، الفيديو مليان كله مفاجآت. كمل معايا للاخر، بس عايزك تحط لايك وتصلي على النبي، وكمل معانا لاخر الفيديو وان شاء الله الفيديو يعجبك للاخر. هغيب عنكم دقيقتين وراجع تاني. رجعت لكم تاني وجبنا العده بتاعتنا. حاسس تسالني انا اعمل ايه بالصمت ده؟ تعرفوا كل حاجه دلوقتي وكله هتشوفوا كل حاجه دلوقتي. النهارده يوم تنظيف عالمي. انا ممكن ما اجيبش كل التفاصيل طبعا وانا بنضف، مش محتاجين انتوا تسمعوها، فهظبط الدنيا وهجيب لكم مقاطع صغيره كده وانا بنضف للحمام. وبعد ما نخلص الاوضه ونخلص تنظيف هنكمل الفيديو بتاعنا. الدنيا هتعدي بسرعه يعني، ما تروحش بعيد وكمل معايا الفيديو. الفيديو هيعجبك وبجد هتستمتع بيه. واتمنى يعني ان اللي مش عامل لي متابعه يخش يعمل لي متابعه عشان يوصل لكل جديد. بجد هتستمتع، انا بعمل محتوى جميل والدنيا هتبقى حلوه معاك. لو انت جرب، انت مش هتخسر حاجه. خش اسمع كام فيديو كده، لو حسيت ان الدنيا مش احسن حاجه الغي المتابعه يا عم وما تتابعنيش تاني. الموضوع سهل وبسيط يعني. هنخلص تنظيف للاوضه وهرجع لكم تاني.
طبعا انا مش محتاج اقول لك ان انت اللي لازم تنظف حمامك بايديك، وانت اللي لازم تعمل كل حاجه بنفسك. ما تقوليش مثلا ايه ده انا اخلي والدتي اللي تعمل، والدتي اللي تنظف، لا، انت اللي تعمل كل حاجه بايدك. ده حمامك، وانت لو غاوي حمام فعلا وبتحب تربيه الحمام انت اللي هتنضفه كانك بتنضف لنفسك بالظبط. الحمام محتاج اهتمام ومحتاج رعايه. انا عارف ان انا مقصر الفتره دي، بس ان شاء الله باذن الله هنظبط كل حاجه وهنرجع احسن من الاول. وهقول لكم نظام الفيديوهات بتاعنا يبقى ماشي ازاي، بس خليك معانا ايه لاخر فيديو. هخلص تنظيف الاوضه وارجع لكم تاني. عارفين ايه اكتر حاجه متعبه في التربيه السايب دي؟ هو حوار النظافه ده. يعني انت لو بتربي حمام في السلكات بتاخد الدرج من تحتيهم تدلقه وترجع تحطه مكانه تاني. اما دي انت بتضطر تحك الارض، عشان لو سبت السبل على الارض بيتبهدل الدنيا. فانت مضطر ان انت تحك وتعمل كل الحاجات دي بايديك، بس برضه على قلبي زي العسل. والله العظيم انا لو اقول لكم ان انا مبسوط قد ان انا عند الحمام دلوقتي ما هتصدقوني. بقالي كام يوم غايب عنهم، وفي الشغل طبعا وما بطلعش غير كل فين وفين، وفي حاجات كتير قوي حصلت عند الحمام انا كنت غايب عنها وصعبان عليا ان انا مش قادر اعمل حاجه، بس بجد ظروف شغلي. بس ان شاء الله هنرجع احسن من الاول وهنعمل حاجات احسن من الاول ب100 مره. يلا خلينا نكمل تنظيف. كده احنا لحد ما خلصنا بالسكينه. شايفين ايدي عادي. يلا فدان. بص على المرحله الثانيه، نكنس بقى وننضف عشان ايه نظبط الدنيا. يلا هرجع لكم تاني بعد ما نخلص ايه تنظيف. طبعا احنا بننضف زي كده. عندنا حمام بيض هنا وانا محتاج انضف تحتيه، ولو سيبته على الارض البيض هيتكسر. فهنعمل ايه بقى؟ نعمل حاجه بسيطه. نجيب طاجن من الطواجن بتاعتنا دي، نحط فيه شويه تحديق، وننقل فيهم البطين ونكنس تحتيه. فاهمين؟ عشان البيض ما يتكسرش. يلا هنكمل وبعد ما نخلص بقى الفيديو ان شاء الله ايه ده، استنوا كده اوريكم حاجه. بسم الله ما شاء الله، دول لسه طالعين حالا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنى خرب بيتك انت عامل ده كده. انا شوف في دم انا خايف اطلعه. لا اسيبه هو يطلع لوحده، هو يطلع لوحده احسن. ان شاء الله. الله اكبر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بجد قلت لكم الفيديو مليان كله مفاجآت، ولسه كمان لما تكمل معانا للاخر لسه في حاجات تانية احلى. تابع معانا للاخر، ولو لسه ما عملتش لايك دوس لايك، وعايزك تصلي على النبي وتكمل معانا ان شاء الله الفيديو يعجبك على الاخر. يلا سلام، جايلكوا تاني. شايفين طلعنا قد إيه بقى؟ غير شوال اللي طلعناه زبل نضيف، يعني دي قش وحاجات. طبعا الناس اللي هتسألني انت شلت قش من تحت الحمام وهو عامل عشوش وهيبيض والجو ده كله، بتشيل من تحت القش ليه والجو ده؟ هفهمكم كل حاجة دلوقتي. نخش على اهم مرحلة بعد النظافة، ودي لازم نعملها. كرول. جيب كلور زي كده ترش بيه الأرضية كلها وتنضف بيه وترش بيه الحيطان لو قدرت. هخلص ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا الجميل، نشوف الأحداث الجميلة اللي حصلت معانا. كده احنا خلصنا النظافة وظبطنا كل حاجة. خش بقى على أحداث الفيديو، استناني وتابع معايا وهكمل بقى الفيديو وشوف بقى الأحداث وصلت معانا لحد فين. شايفين المرمطة؟ بس دي كانت النتيجة. كله يقول لك لشوية الحمام الحلوين دول. طبعا هم مش هيسكتوا، جعانين. انا برضو رشيت كلور على العلافة ديتي عشان تتعقم بالمرة، وعقمت الأرضية كلها بالكلور. تمام. انا طبعا ما عنديش كلفة فهحط لهم ايه قمح النهارده. خلوهم ياكلوا واحنا نتابع الفيديو بتاعنا. والاول انا عارف ان احنا شفنا دول، بس في الاول خالص هنبص عليهم تاني. انا حاطط لهم برضو ايه تحديق في الارض. كده كده هطلع اجيب قش بتاع دوره تاني من بره وارمي والحمام هيلم تاني. دول قص ايه مراسلة على الجمعيه. تعال نكمل كده. بسم الله ما شاء الله. دول القص الشقلباز الاكول. طبعا الارض هي مش مرنخه، ده كلور وعادي يعني مش هيحصل حاجه. كده كده الجو حر يعني. وهنا مفيش حاجه طبعا بيضه ولا حاجه. لما طبعا انا لميت القش كله، بس عشان انا كنت مضطر ان انا الم القش عشان اعرف انضف واعقم كويس. هما بقى هيلموا تاني، هرمي لهم قش تاني وهيلموا. الموضوع سهل يعني وبسيط. سيبهم بقى ياكلوا دلوقتي وتعالى نتابع احنا.
دول البيض بتاع القص العباسة بتوعنا ان شاء الله باذن الله المره دي يطلعوا. القص ده عندي من زمان ما خدتش من تحت حتى فرد واحد، بس ان شاء الله يطلعوا يعني. وده الزغلول ده شكله كده هيموت، هو ما ماتش، هو لسه عايش بس انا مش عارف هو ماله. انا بصوا لسه في دم، انا مش عايز اطلع من البيض عشان انا متاكد ان انا لو طلعته هيموت. هو ممكن يموت اصلا بس ممكن كده يعيش يعني، انا لو سبته ممكن يعيش. يلا خلينا نكمل. دول طبعا القص التحضير، كان تحتهم القص الجامعات لو فاكرين. قص الجمعيات واحد منهم مات، شفناه في الفيديوهات الشورتز، والتاني انا ذبحته لان رجليه كان فيها اعاقه، فما كنت لو كنت ربيته ما كنتش هستفاد منه حاجه، فاضطريت ان انا اذبحه. وما رضيتش انضف تحت القص ده بالذات عشان لو الباب بتاعه ما يتدحرجش من تحتيه. بص بقى الحلويات، بسم الله ما شاء الله. انا عارف ان الدنيا بايظه وان الكلور زياده عن اللازم، كل ده هرمي لهم قش والحمام هيحطوا ايه تحتهم، وكده كده الجو حر، فما تقلقوش يعني الدنيا هتتظبط تاني. دول القص يا ولاد الجمعيات اهم، بسم الله ما شاء الله عليهم. وهنا كان في زغلول ابن القص اللي هو المراسله الجمعيه التاني، هوريهولكوا الابيض اللي هناك ده، هنروح عنده دلوقتي اوريهولكوا. ودول بقى انتوا طبعا مستغربين هم ازاي تحتهم 3 بيضات. انا هقول لك ليه تحتهم 3 بيضات، بس هي في حاجه تحزن الاول. نسمع الخبر الوحش وبعد كده نسمع الخبر الحلو. فاكرين القص اللي كنت مجوزه في عش الزوجيه، القص اللي هو الذكر المفصص والنتايه الازازي اللي قلت لكم قعدت حوالي 6 شهور على ما عرفت تاخد ذكر وكده. القص ده انا كنت عامله ارضي، كنت مقصقصه، فانا كده كده ايه قلت اطيره لان النتايه عندي من زمان عمرها ما طارت. دوت اللي انا بقول لكم عليه ابن المراسله الثانيه اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله الجبته عامله ازاي؟ لا الله اكبر، حاجه كده جميله. بس بقى اهو ولاد دول، ولاد الاثنين دول لونه ابيض شايفين ازاي، وامه وابوه هما الاثنين السود اللي بيجروا ورا بعض دول. بس محدش يسالني ازاي، ما علينا. المهم ان القص الجامعات اللي كان موجود بط تحت ايه، بط في العش الزوجيه، رحت انا فتحت عليهم قلت هيطير ويطلع يدخل مع الحمام. راحوا الاثنين طالعين ما شفتش وشهم تاني. الذكر رجع لصاحبه اللي انا كنت مشتري منه، رده له تاني هو الذكر ده. رحت لصاحبي لقيته عنده كتر خيره الراجل ما اتاخرش واداني تاني. اما النتايه منها اول مره تشوف الجو راحت ماشيه وما رجعتش تاني. وبصراحه يعني والله صعبان عليا قوي، كانت نتايه جميله ومستواها كان عالي قوي، بس يلا الحمد لله تتعوض. فمشي وسابوا الجوز بيضات، لقيت بيضه مكسوره والبيضه التانيه لقيتها سليمه اللي هي دي. اصلا البيضه ديتي لو واخدين بالكم، انا مش عارف ابان معاكم في الفيديو لا بس انا شايفها بوضوح هنا بتفقس اصلا اهي. فان شاء الله باذن الله الزغلول بتاعه يطلع ونربيه ايه ويبقى هو من تحتيه. يلا خلينا نكمل. ده القص الاسود الجمعيه، وده القص الشقلباز التاني اهو. انا طبعا كل الحمام اللي كان تحت بيض حطيت له طواجن وحطيت له تحديق عشان انا عارف ان هم البيض هيتكسر من الارض فلازم احط له كده. ودي الحلويات بتوعنا دول ايه، الشقلباز، ولاد القص الشقلباز زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه جميله قوي. وده زغلول بلدي عادي جميله عندنا كده. بالنسبه بقى للفيديوهات، والفيديوهات هتبقى ماشيه ازاي في القناه ان شاء الله. كل جمعه هننزل فيديو كبير زي كده، احاول ما اخليش المكان يتوسخ تاني كده، هبقى انضف له مرتين في الاسبوع باذن الله. بس انا بتكلم ان الفيديو الكبير ان شاء الله يبقى ايه كل جمعه، وهنزل فيديوهات شورت صغيره كده عادي في نص الاسبوع مش حوار، او مثلا 3 4 فيديوهات في الاسبوع عشان انا ظروفي دلوقتي ما تحكمش. بس بعد ما الساعه اتغيرت، انا الاول كنت برجع من الشغل الساعه 6 دي اللي هو كان فاضل نص ساعه المغرب يعني خلاص الجو عتم فما كنتش عارف اصور. اما دلوقتي الساعه 6 ده انا اكون بعد العصر بحاجه بسيطه، ممكن ارجع 5 ونص يعني اكون بعد العصر بساعه لسه الدنيا نور وكده، فانا اعرف اصور ايه فيديوهات وكده. فان شاء الله الفتره اللي جايه هننزل فيديوهات كتير يعني نرجع ننزل فيديوهات تاني. وانا باذن الله احاول اركب اضاءه كويسه في الاوضه هنا بحيث ان انا اصور حتى لو ما صورتش بالنهار انور بالليل واعرف اصور لكم فيديوهات ايه بالليل. انا كنت بصراحه قلقان الحمام ما يرقدش على البيض بس الحمد لله رقد. القص العبسي هناك هو رقد على البيض بتاعه، ودول القص التاني اهو تحتهم التلبيضات هيرقد عليهم دلوقتي، والقص اللي هناك ده رقد على البيض. كنت خايف لما يرقدش عليه عشان انا غيرته يعني حطيت له طاجن وكده. فان شاء الله احنا هنكمل الفيديوهات بتاعتنا زي ما قلت لكم كده. انا عارف ان الفتره ده هبقى مقصر في الفيديوهات بس ان شاء الله نقدم محتوى كويس. وعايزكم يا جماعه يعني بجد عايز كل واحد يخش يسالني وعايز يعرف ايه يعني، لو حد عايز يسال سؤال حد عايز يعرف حاجه خش يسالني مش هتخسر حاجه وانا هرد عليه في الفيديوهات ما تقلقش. وبالنسبه للمسابقه، فيديو المسابقه احنا تواصلنا مع صاحب الفيديو مع اللي هو كسب معانا وادينا له فلوس الحمام فودافون كاش، وابقى بقى اقف مره كده اوريكم ايه الشات على الواتس لو حد مش مصدق يعني، عشان عارف في ناس كتير بتقعد تقول انت بتهري وانت مش عارف ايه. لا هوريكم الشات ان شاء الله. بس الاول عايزك تعمل لي متابعه وتعمل لايك للفيديو عشان الفيديو يظهر للناس كلها، وان شاء الله باذن الله باذن الله كل الفيديوهات اللي جايه هتبقى احسن من كده ب 100 مره. انا عارف ان الفيديو النهارده كان طويل شويه بس انا كان لازم انضف للحمام ونشوف كل الحاجات دي، وزي ما قلت لكم الفيديو كان مليان كله احداث.
بيض جديد، الحمام كله الله اكبر بايض بسم الله ما شاء الله، والزغاليل الصغيره كلها بقت بتطير دلوقتي، يعني الزغلول الشقلباز ده بقى بيطير، والشقلباز الاسود برضه بقى بيطير، والشقلول الاكول ده لو فاكرينه بقى بيطير. وعندنا في الزغلولين اللي هم الجمعيات الصغيرين، والشقلباز التاني اللي احنا كنا مدشرينهم الاربعه مع بعض بداوا يطيروا، هم حاليا طايرين بره اصلا، يعني هيرجعوا دلوقتي ولا هيرجعوا كمان شويه. فان شاء الله الفيديوهات هتبقى احسن من كده. بس اهم حاجه عايزك تحط لي متابعه، عشان خلاص فاضل لنا اقل من 16 متابع وندخل على 1000 متابع، وباذن الله الفيديوهات اللي جايه هتكون احسن، وباذن الله المحتوى يكون جميل مع بعد كده. وبجد يا جدعان اي حد محتاج يسال في اي حاجه او يستفسر عن اي حاجه يدخل يسالني وانا هرد عليكم، ما تقلقوش، اي حاجه هتسالوني فيها ان شاء الله هرد عليكم، وان شاء الله احاول افيدكم على قد ما اقدر. بس دي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده، ويا ريت يا ريت بس كله يصلي على النبي في الكومنتات، ناخد حسنات كده النهارده الجمعه واليوم كده جميل، وناخد حسنات مع بعضينا، فكله يدخل يصلي على النبي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.